انا اكلت عيش كتير قوي النهارده، واكلت كيكه بالشوكولاته، ومش عارف اظبط اللي انا عملته ازاي. لو انت عامل دايت ركز معايا، ده من اهم الفيديوهات اللي ممكن تسمعها في حياتك. هو ايه اللي هيحصل؟ هي لما هتاكل عيش كتير، جسمها الدقيق اللي يدخل ده هيخزن ميه كتير، كل جرام نشويات بيدخل زياده بيخزن معاه 5 جرام ميه. فهي هتبدا تحس ان هي منفوخه شويه. والشوكولاته بترفع السيروتونين بسرعه، الهرمون بتاع الانبساط. اول ما بتاخد سكر بالذات من الشوكولاته بتنبسط قوي. للاسف جسمك بيبقى حاسس ان دي حاجه طبيعيه، حاجه مش طبيعيه، فبيروح مقللها تاني. فبتروح متوتر وتدخل تلوم نفسك، فانت عمال كل هرموناتك شغاله ضدك. اولا هي ما ينفعش توزن بعد اللخبطه دي خالص. وتاني يوم ما ينفعش تاخد عيش في اول وجبه، لازم تاخد بروتين ودهون صحيه عشان الجوع يقل. طب السيروتونين اللي عالي، اللي هو الهرمون بتاع الانبساط، لازم تحافظ عليه عالي شويه. لان الدروب اللي هيحصل لو هي حاولت تدخل دايت غبي وقاسي وصعب ومفيهوش اي حاجه، هتلاقي نفسها عماله مزاجها بيتعكر بسرعه جدا وبتتضايق، فبتروح بلخبطه. فالمفروض ناخد هنا ايه؟ شوكولاته دارك. ناخد شوكولاته دارك اكتر من 70 80%، تحافظ على اتزان هرموناتها بصوره افضل شويه. طيب، ايه اللي المفروض لازم يحصل لما انت بتلخبط كده؟ اول حاجه ركز في جمله انا قلتها قبل كده وهعمل عليها فيديو كامل الايام الجايه. ان اللخبطه تاثيرها هيكون 10%، 90% من اسبوعك هيبقى ما بعد اللخبطه. هتعمل ايه لو دخلت في اللوم وعمال بتوتر نفسك وبتاكل غلط اكتر؟ خلاص انت باظ اسبوعك. لو دخلت في ان انت عاوز تعمل دايت غبي وقاسي وتشيل كل النشويات وكل الفاكهه وكل الحاجات وهصوم وهاكل وجبه واحده، فبرضه ده تاثير غبي جدا لجسمك ومش هيعرف تعمله. لازم تكون هادي ومتزن بس. فركز جدا في ده وظبطه لي الايام الجايه.